السلام عليكم المشاهدين داخل الوطن وخارج ارض الوطن. اليوم المشاهدين ليه درت واحد الحليوه وشاركتها معكم. تنتمنى تعجبكم وتبارطاجيوها لي مع الان والاصدقاء ديالكم باش انا نستمر معكم وماشي امرنا المشاهدين ديالي فضلا منكم. شكرا للمشاهدين القدام وشكرا للمشاهدين الجداد ديالي. المهم هانتوما شوفوها كي تجي هانتوما شوفوها كي تجي صراحه تجي روعه. كنتمنى ديروها بطريقه شي طريقه التعريف ديالكم زينه كيف جاتكم. ما عرفتش نسميوها كيكه ولا حلوه. المهم دوزوا معايا بطريقه التحضير فرجه ممتعه للجميع. بسم الله، نبداو بالصلاه والسلام على رسول الله. اليوم غنشارك معكم، ديما تنقول نشارك معكم هاد الطريقه وما تنشاركهاش، واليوم غنشاركها معكم. شوفوا هانتوما اليوم غنشارك معكم تبقى لكم الكيكه شنو ديروا بها. هانتوما دابا بقات ليا الكيكه شوفوا وبردات، ويعني ما غاديش يبغيوها لي هكا. شفتوا دابا غنحتاج هاد الكيكه اللي بقات ليا. غنقول لكم واش غنحتاجو في المقادير باش غادي. المهم بلا ما نحرق لكم المراحل، غنحتاج هنا الحليب. المهم انا نعبر بالكاس، نتوما عبروا بالكاس اللي عندكم، الكاس العلبه. غناخد واحد 4 ديال الكيسان ديال الحليب، غنديرهم مع الفلو والسكر على حسب الذوق. وغندير هنا مايزينا عاوتاني ندير فيها 4 ديال الكيسان ديال الحليب و2 معالق ديال مايزينا. المهم خليكم معايا ما تزابيوش. غنشارك معكم الطريقه ديال الكيكه. الا بقات لكم غنفرتو هكا الكيكه بهذه الطريقه. هانتوما باش ما نطولش عليكم الفيديو غنفرت هكا. راني سمحوا لي على التصوير والله حتى شاده بيد وتنصور لكم بيد. نفرتوها بحال هكا وغندير الطبقات ديال الفلو وديال مايزينا. والنكهه تبقى اختياريه. انا عندي داك النكهه دراها واش بانت لكم، راه ديال الفريز نديرها في المايزينا مع الحليب. المهم هانتوما غادي نديرها كلها هكا ونرجع معاكم. ما تصابيوش باش ما نطولش الفيديو. صافي هانتوما هكا ساليت الكيكه ديالي وغندوز نديرها في هذا المول. شوفوا المول اللي عندكم، ولكن تنفضل يكون المول عنده هكا باش يتحل لكم مجن، باش تبان لكم مقاده ولا تبغيو تحطوها ما تعذبكمش. المهم هكا شوفوا غادي نواسي هذا هكا شوفوا. صافي نديرها هكا نخليها على جنب. وهذا غنحتفظ بها. هانتوما غندوز هذا ندير هنا الحليب 4 د الكيسان. غنبدا نعبر بالكاس. بسم الله. هاد الكاس الاول ندير الحليب، نزيد هاد الثاني. نتوما عبروا بالكاس اللي عندكم. المهم ننصحكم تعبروا بالكاس ديال العنبه، اي دار فيها الكيسان ديال العنبه. هانتوما جوج، ها 3 وها 4 د الكيسان. صافي غندير فيه الفلو هذا راه فيه عارفين راه فيه السكر، يعني ما نحتاجش السكر هنا. السكر غنحتاجو غير مايزينا. ندير طبقه د مايزينا. المهم هانتوما غادي نديرو على البوطه. المهم خليكم ما تصابوا. صافي غنبقى هكا نحرك حتى يغلي الحليب ديالي.
صافي هانتوما الحليب ملي تيطلع فيه الغليه، ها هو شوفوا غنحط هادي في البيكربوطه، غنديه ديريكت غنخويه على هذا الكيكه. بسم الله، غير بشويه هانتوما، بشويه بشويه هادي. صافي نخليوه هكا تشد راسها الطبقه ديال الفلو. وغندز نفس الكاسرونه اللي درت فيها، غندير فيها عود 4 الكيسان ديال الحليب باش ما نديرش الماعن ما نوسخش الماعن. نفس الكاسرونه غندير فيها 4 ديال الكيسان اخرين تاع الحليب و2 معالق ديال المايزينا كبار، والسكر على حسب الذوق. وغندير فيها ديك النكهه ديال الفريز. ما تصابيوش، خليكم معايا. صافي هكا هانتوما درت 2 معالق ديال المايزينا ودرت معلقه ديال السكر ودرت النكهه، هاد النكهه ديال الفريز. شو عطاتني اللون ديال العطاني، باش ما عطانيش اللون ديال الفريز. صافي ندير هكا على البوطه، خليتها تعقم. صافي ديت هذيك الخليط، حطيت هذيك الكيكه بالخلا، حطيتها في الكونجيلاتور تشد راسها شويه لما نوجد هذه الكريمه الخضر اللي غندير. هنا درت شويه ديال اللوز ايفيلي، شوفوا يتحمر. المهم تزين اللي عندكم زينوا، عندكم الشكلاط، عندكم اللي عندكم كاوكاو، حمروه ومغرمشوه زينوا. تزين دقيق اختياري، وتخليوها هكا، تخليوها هاهي هانتوما. صافي انا دايره تحمر. هنا تحمر شويه. غندوزو دابا نديرو هنا هذا اللي احتفظنا به فوق هكا فوق الفلور غير بشويه. هانتا راه مازال ما شدش راسو مزيان، شويه. صافي دابا هانتوما هنا تنزيد لها واحد معلقه صغيره ديال الزبده. تنسالي ديك الكميه اللي عندي هانتوما، ونضيف عليها هكا بشويه عاوتاني نفس الطريقه، هكا بشويه بشويه. شوفوا هكا غير بشويه. صافي هانتوما تساليتو. صافي نخليها تشد راسها ونديرها في الثلاجه واحد الساعه د المكانه، وعاد نرجعو نزينوها ونرجع معكم باش نشوف الشكل النهائي ديالها. متزبيوش، خليكم معايا. هانتوما شوفوها جات. دابا غادي نزينوها، زدت ساعه في الثلاجه. خليكم معايا. سمحوا لي على التصوير والله ويلي هانتم شوفوا. شوفوا الشكل ديالها.
ايوا دابا غنزينوها حتى تجي روعه. ودابا حتى الوليدات وحتى الكبار ما يعيقوش بيها. عرفتي هاد الطريقه الصراحه انا والله الا الله يسمح لي شحال من مره كنت تلوح الكيكه حتى طحت على هاد القضيه وليت تنديرها لهم والله ما تيعيقوش بها الوليدات وحتى الكبار. هانتوما جربوا الطريقه وردوا عليا الطريقه ديالكم الزوينه، قولوا لي كيف جاتكم الطريقه وما يعيقوا بها حتى واحد. تجي بنينه وتتبدل المذاق ديالها وما تشبعوش منها. المهم ما تصبيوش، خليكم معايا نزين ونرجع معاكم باش نشوف الشكل النهائي ديالها. هانتوما هاد اللقطه الصراحه ما تسجلاتليش باش زينت. عصرت واحد 2 حامضات، درت واحد معلقه مايزينا وكاس ديال الماء ودرت هاد الملون هذا هانتوما وزينت به. المهم باقي ما كملتش مزيان، ما تصبيوش خليكم معايا. هانتوما المشاهدين ديالي ها الشكل النهائي ديالها، شوفوا كي تجي. دابا اش غنسميها لي، واش حلوه ولا كيكه ولا اش غنقول لها؟ هانتوما نتمنى تعجبكم الطريقه ديال اليوم، نكون فيدتكم بشي حاجه زوينه باش ما تبقاوش تلوحوا الكيكه ديالكم ملي تبرد، ديروها بهذه الطريقه اللي درتها انا. شكرا لكم. ومع السلامة، حتى الفيديو القادم إن شاء الله. باي باي.